السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة حلوة. هنعمل مع بعض كسكسي. عشان نعمل الكسكسي طبعا مفيش مقادير، يعني ملح، مية زي ما انتم شايفين كده، ومعانا كيلو دقيق. آه، طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عند كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو دقيق زي ما انتم شايفين. هنحط عليه ذرة ملح او يعني نص معلقة ملح كده، وهنقلبه طبعا كله كده عشان عشان الملح يبقى ما يبقاش في مكان واحد. ممكن تستعملي بخاخ، لو ما عندكيش هتعملي زي كده. هناخد كده زي ما انتم شايفين كده، هنبل ايدينا كده ميه ونرشرش كده ونلف نلف كده العجين عشان ما يبقاش مش كله يبقى، يعني مش عايزينه يبقى مليان يعني، دي لا، عايزين مندي. تفروليه كده. تفضلي بقى تعملي كده الحركه دي كذا مره لغايه لما تلقي بقى ان العجين كده مش محتاج مش محتاج ميه تاني. بس حاولي انك ما تحطيش الميه في مكان واحد، يعني توزعيها. تنسمي له كده الميه، تنسميت كده. لو معاكي بخاخ هيكون افضل. شايفين بدأ ان هو يبقى حبيبات كده. لسه طبعا لازم الكمية دي كلها كده ترشرشي كده فيها مية وتفركيه كده العجين. طبعا شايفين كده النتيجة دي. بنفركه طبعا بايدينا الاتنين، بس انا عشان ماسكة طبعا التليفون فانا مش عارفة اوريكم. انا هفصل وهكمل طبعا، هفروله كله من بعضه وبعدين طبعا هوريكم هنبقى مع بعض خطوة بخطوة. خليكم معايا. هنحتاج قماشة زي كده او شاشة او كيس زي دوت كده، يعني فلنا اي حاجة يعني تكون خفيفة. هنفتحها زي كده وهنعمل اللي احنا عملناه ده كله ده هنحطه جواها دلوقتي، وحاطين ميه على النار. هنعبيه كله هنا. بس كده. وهتربطي بقى منين؟ من فوق كده خالص عشان تديله تديله مساحه ان هو ينفش، بس مش هندخله ميه. بس كده. هاخد انا دلوقتي هحطه على النار. شايفين كده؟ هنحطها كده وهنسيبه طبعا، هنغطي كده عليه وهنسيبه طبعا شويه. بعد شويه طبعا هنرجع له تاني ونشوف
اللي حصل. خليكم معايا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. بعد ما نزلناه كده من على النار ضربناه في الكبه وادانا ايه المنظر دوت اهو. هنحطه كده في الكبه، بس هي بتشيل حبه صغيرين طبعا. هنعملها كده ونحطها كده في الخلاط. الكبه ولا انا هنشغل كده الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا طبعا عشان يعني هقعد فتره ان انا ايه هضربهم، وبعد كده طبعا ايه هوريكم طبعا الكميه بتاعتنا بقيه الكيلو. وده شكلها زي ما انتم شايفين كده. انا هكمل طبعا وبعد كده ايه هوريكم بقى ان هنعمل ايه تاني. خليكم معايا. طبعا كده خلصنا زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم هنحطها بعد ما بتستوي طبعا على البخار، بنحطها في الكبه بتاعه الخلاط وتطلع معانا بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. وهنا طبعا احنا حطينا طبق. معانا هنا سكر بودره، ومعانا هنا سمنه بلدي بقري. فطبعا هنحط دلوقتي سكر وهنحط سمنه، بس انا مش هحطهم دلوقتي لان ده مش هيتاكل دلوقتي. حبيت بس اوريكم ان الكيلو بتاعنا اهو. دي الكميه كده اللي طلعت دي والطبق دوت. اتمنى طبعا ما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتعليق وتفعيل الجرس عند كلمه الكل عشان طبعا يوصلكم مني كل جديد. وما تنسونيش طبعا بكلمه حلوه، واللي ما اشتركش عندي يشترك. طبعا كلكم ناس حلوه وناس جميله، واتمنى انكم تكون يعني تجربوا الطريقه بتاعتي. دي طريقه سهله. كل اللي انت بتعمليه بتجيبي كيلو دقيق، بتحطي عليه ذره ملح وتنسميه بميه، وتبتدي انك انت تعملي له زي عمليه فرك كده، وبعدين بتحطيه في شاشه او في قماشه تكون بس يعني تكون مخرمه، وتحطيه على النار في مصفى وتغطيه وتسيبيه طبعا لغايه لما بيستوي معانا الدقيق كده. وبعدين بتطلعي بقى ايه ترجعي تحطيه في الكبه بتاعه الخلاط تضربيه ويطلع معاكي ده الشكل النهائي. اتمنى انكم تجربوا الطريقه دي. طريقه سهله مش متعبه. يعني بعرف ان هو كذا مره بتحط على النار، لا انا عملته مره واحده زي ما انتم شفتوا كده. طريقه سهله وجميله واتمنى انكم تجربوها. وطبعا ما تنسونيش زي ما قلت لكم في الاشتراك والتعليقات وتفعيل الجرس عند كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.